قناة نور الحسن الموسوي تقدم حالات مروعة في إحدى مستشفيات بغداد يدنى لها جبين الإنسانية. كشفت بعض المصادر الموثوقة عن وجود حالات اغتصاب للعديد من المريضات في مستشفى الرشاد للأمراض العقلية، وقالت المصادر أن حالات الاغتصاب تحدث بعلم إدارة المستشفى والكادر المتخصص. معلومات تقول من داخل المستشفى المريضات يتعرضن للاغتصاب يوميا. يتم اغتصاب المريضات وينجبن أطفالا لتأخذهم إحدى المنظمات المجهولة إلى مكان غير معروف، ثم الحمل، بعدين تجي منظمة جهة غير معرفة تأخذ الأطفال إلى مكان مجهول، ويستمر الأمر بالمريضة أنه تغتصب ثم تحمل، تغتصب ثم تحمل إلى أن تضع مولود، وبعد فترة كذلك تجي هاي المنظمة تأخذ الطفل. كل هذا بعلم إدارة المستشفى. وكشفت مصادر أيضا أن هنالك حالات اغتصاب لجثث النساء في غرف التشريح في بعض مستشفيات العراق دون ذكر اسم المستشفى. إنه مريضة متوفاة تم الاعتداء عليها. دفن؟ لا، من قبل مستشفى. طبيب؟ جثة نعم. لا يعني بالطب العدلي. نعم من الطبيب. فهل هذه الأحداث سوف تمر أمام أعين الدولة العراقية العاجزة مرور الكرام دون عقاب؟ شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.